السلام عليكم خوتي خواتاتي الجزائريين المغاربة المصاروة كاملين. مقابلة البارح الله يبارك، مقابلة قمة. المنتخب المغربي يستاهل انه يعود في النهائي. اللي شاف المقابلة تاع كاميرون واللي شاف المقابلة تاع نيجيريا، مقابلة رجولية كما هي. المغرب لعب فوتبول مع الكاميرون ومع نيجيريا، يستاهل انه يعود في النهائي. كلمة حق الواحد يقولها، المنتخب المغربي ألف 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 مبروك الصعود تاعو للنهائي. لعبوا صح كما حكيمي ودياز، عرف المنتخب النيجيري كيفاه يقدر يسكر عليهم المنافذ. بصح ثاني المنتخب المغربي عرف كيفاه يسكر على مهاجمين النيجيريين. لقمان ما بانش، قطاش لقمان هو رأس الحربة، ومادام سكروها على لقمان خلاص الناف ما عنده ما يدير. وألف مبروك. حنا ثاني الجزائريين ما ننساوش باللي المغاربة في 2019 فرحوا معنا في النهائي، وحتى أنهم داروا فرحوا معنا وهنؤونا بالنهائي وهنؤونا كي دينا الكاس. ثاني حنايا لازم نرجعوا جزاء الإحسان إلا بالإحسان. أنا واحد من الناس ما نسيتش النهار اللي كانوا المغاربة شجعوا فينا في النهائي في كأس أفريقيا اللي كانت مقامة في مصر. شجعونا وشجعونا تشجيع وكأنها المغرب هي اللي تلعب. أنا نشجع في المغرب وكأنها الجزائر تلعب. ألف ألف مبروك وتستاهلوا. ما كانش اللي يجي يقول لي والله يكتب لي في التعليقات باللي راها اربيتلاج وشراوت المغرب المقابلات ومخدومه للمغرب وذيك. ما هي مخدومه ما والو. الكاميرون ومقابله كاميرون ونيجيريا لعب، الربع والنصف لعب. المنتخب المغربي لعب لما دخل فيها لا اربيتلاج لا حاجه اخرى. لعبوا منتخب قوي، منتخب كما قلتها في الفيديو اللي فات. قلت لي إذا المغرب ربح الكاميرون أنا نقدر نقول لكم الكاس ليه. هذه يعني قلتها، واللي حاب يرجع الفيديو اللي فات، نهار اللي كنت نقول إذا ربحت المغرب الكاميرون المغرب تدي الكاس. وصح، هاي كي ربحت المغرب، كي ربحت الكاميرون، المقابلة تاع نيجيريا صعيبة. أصعب منتخب في إفريقيا ضركي حاليا هي نيجيريا. حتى والكوت ديفوار قوية، حتى والسنغال قوية، حتى بصح نروحوا للسنغال خاطرش النهاية هما بين السنغال والمغرب. أنا نشوف السنغال أضعف من نيجيريا. معناها الكاس في الجيب. لعب، واللي شاف المقابلات تاع المغرب ما فيهاش اربيتر، ما شراوش الماتش. ألف مبروك. كيما شجعتونا في 2019 انا نهضر فوتبول، انا ما على باليش بهذو نتاع اللي راهم يستشفاو في الجزائر كي خرجت من المغاربه ولو تقول لي انا الجزائريين هاني انا جزائري وهاني متمني المغرب تدي الكاس. مخاوتنا المغاربه ما تشوفوش انه تقولوا الجزائريين مش حابين ندوها. والله الحمد لله هاني جزائري وحابه تديها وكان هاد الجزائر، وان شاء الله انا كما قلت في الفيديوهات اللي فاتوا ان شاء الله يديها منتخب عربي. وتمنيت انها الجزائر تفوت، الله قال، وتمنيت مصر تفوت. راكم شفتوا مصر تبدلت الا التينيات، تبدلوا غير اللبسه تاعها. كلي تشوف في الجزائر في ماتشها مع نيجيريا لا هجمه لا صلاح لا مرموش لا والو. والخطا تاع حسام حسن ما عنده حتى عذر. تلعب في نصف نهائي تروح تلعب لي دفاع ومتكل على الهجمه المعاكسه. رجع للعقليه تاع التسعينات، ترك راها بالو تضغط ويضغط. البارح المنتخب المغربي
حاول. المهم عنده هجمه، عنده ذيك، حتى ودياز خلاص ما كانش. حكيمي الصراحه دار عطى تمريرات انا اللي شفتهم، عنده 4 تمريرات حاسمين ما استغلوهمش المهاجمين. 4 تمريرات لو كان استغلوهم المهاجمين كان يجي منهم هدف ولا 2. حكيمي دار اللي عليه. حتى المنتخب النيجيري عرف كيفاه يسكر دياز وحكيمي، عرف كيفاه يسكر له، كيما المغرب عرفت كيفاه ثاني تسكر للمنتخب النيجيري. واما المقابله كانت كبيره وقويه وتستاهل انها تعود مقابله نصف نهائي، ما تشوبها حتى شايبه. جرينتا لعب 90 دقيقه كملت، راحوا للاشواط الاضافيه وعقبوا ضربات الحظ. ضربات الحظ اسماهم ضربات الحظ، معناها لو كان ربحت نيجيريا تستاهل انها تعود في النهائي، ربحت المغرب تستاهل تعود في النهائي. مش حظ انه واحد المغرب ما لعبتش وداتها بالحظ، لا، في زوج لعبوا وضربت الحظ يلعبوا دور، وانما في زوج يستاهلوا انهم يعودوا في النهائي، كي المغرب كي نيجيريا. اما مصر حسام حسن خطيك من الهضره تاع التحكيم، ما التحكيم انت ما لعبتش من تاني. احنا الجزائريين شفنا الماتش، الحكم حتى والبيلونتي ولسماهم وقلتها في الفيديوهات اللي فاتوا، بصح احنا ما لعبناش. الواحد يكون واقعي. تايا ذاك اللي يخسر يلصقها في الحكم، يا ودي انا نشوف فيها ماهيش اسمها. اذا كان ذاك كل واحد يخسر يلصقها في الحكم، حتى خاوتنا المغاربه نقولها لهم ممكن يخسروا يلصقوها في الحكم. نعطيهم نصيحه، اذا كان صح ذاك حنايا تونس الجزائر المروك مانيش عارف مصر، ذاك اللي يخسر يروح يلصقها في الحكم. نصيحتي روحوا ديروا زيدوا، كاين مدرب فني زيدوا مدرب يخدم للفريق الوطني، يخدموا على الحكام قبل المقابله، يهيئهم، يبدا يعطيهم في الجون باه ما يخرجوش من المقابله وباه يربحوا لنا المقابلات. انا نحكي على مصر، على المروك، على الجزائر، على هذيك. نقترح يديروا ثاني، يعودوا يشروا ثاني مدرب الحكام يديروه في الفرق الوطنيه، بخاطر ما يديرولناش حجه الحكام. الحكم يلعب ويلعب لك على اعصابك، بصح انت جوار، ما دامك جوار وتعود قوي وتفرض روحك في الميدان، ما عنده ما يدير لك. هو يدير لك كي تعود البالو عند الخصم ارفد كرعيك، بصح البالو عندك انت تقدر تبرهن، ما عنده ما يدير الاربيتر. ينحلك بيت، ينحلك زوج، تسجل 4 زوج خلاص، الثالث لازم يقبلوا، الرابع لازم يقبلوا، تعود ربحت 2-0. صعب انا من الضربه الاولى طق، لا الحكم، انا الحكم، لا حكم لا والو. المنتخب الجزائري ما بانش. المنتخب المصري والله العظيم يا الماتش كي شفتو نحسبها الجزائر وبدلوا التينيات. محمد صلاح عالمي، المرموش عالمي، وين ما داروش هجمه صحيحه عند المرمى. انا نهضر على خاوتنا المصريين اللي خرجوا، ما تلصقوش كلش في الحكم. ما لعبتش الحكم جزء يلعب لك على اعصابك، بصح كي تعود قوي ما عنده ما يدير. الحكم ما عنده ما يدير. الحكم ينحلك بيد زوج، سجل 4 يحسب لك زوج، بصح تخسر الحكم دايرينها حجه ضار. قلتوا المغرب راهي تربح بالحكام، انا والله العظيم وراني قلتها في الفيديو اللي فات، الا المنتخب التنزاني اللي نحلوا البيلونتي تاعي. بصح الماتشات تاعها مع الكاميرون مع نيجيريا مقابلات عاديه صافيه وافيه، ما فيها حتى وسمه. يستاهلوا ان المغرب يكون في النهائي، وانايا فارح للمغرب انها في النهائي، وان شاء الله تديه. وعلاه لا، ان شاء الله كاس افريقيا تديه السنه، تديه المغرب. المره القادمه ان شاء الله علاه ما تعودش تونس، ولا ما هيش تونس علاه ما تعودش الجزائر، ولا ماهيش الجزائر تديه مصر. ومصر عملاق، باه الجزائر والمغرب وتونس يلحقوا مصر في كاس افريقيا، مع احترامي وانا جزائري ما نلحقوهمش. 7 كؤوس افريقيه
وما تقولوليش داتو في وقت كانت البالو ما كانش، لا ثاني داتو في الاوقات اللي هنا وداتو برا مصر، وداتو في مصر عادي، ولعبوا وجابوا كاس افريقيا وما كاش مشكل، قويين في افريقيا. اما باه نلحقوهم في بسبع كيسان اللي قلنا، وقيلا 50 عام منا وجاي باه تلحق مصر بسبع كؤوس. لازم كل 4 سنين تدي كاس باش تلحق. هاي اللي يقلك على الاقل 30 عام باش تلحق مصر. معناه ما كاش اللي يبدا مصر خرجت ومصر ذيك ومصر ذيك، لا مصر خلاص شبعانه كاس افريقيا، كش ما دير فيه كاس العالم. والمنتخب المغربي منتخب قوي، وان شاء الله احنا ماناش حسادين والله، بالعكس فارحين للمنتخب المغربي، فرحوا معانا في 2019 اللي راه يتذكر المقابله تاع 2019 النهائي. المغاربه حتى انهم خرجوا فارحين لينا، جات دالتنا احنا نفرحوا لهم. احنا ما نعرفوش الحقد هذا، نعرفوا فوتبول يستاهلوا، وماذا بينا منتخب مسلم وعربي هو اللي يديه. ان شاء الله الكاس افريقيا الجاي ان شاء الله تديه تونس، ولا ما داتوش تونس على ما تديش الجزائر، واللي وجد روحه. لازم نوجدوا رواحنا كي احنا، كي مصر، كي تونس، كي المغرب ثاني. هاي تشوفوا السنغال الله يبارك من وقتها وهي تنشط نهائيات، بهم خادمين قاعده، ومازال يجوا الفريق تاعهم المحلي وتاع 17 وتاع 16 هم طالعين راهم يديروا في انجازات، راهم بادين من القاعده وطالعين. معناه كاس افريقيا انا شكيت منه وجاي ما تخرجش من السنغال. ناس عندها قاعده وعندها مش لاهين يصابطوا كما بعض الدول. هذا محترف والمحلي والمحترف، ولازم يعود مانيش عارف. المهم مدخلين هنا والله ما فهمت البالو، مدخلينها في حكاية جاري اللي يدخل، وهذا نعرفه وهذا ما نعرفوش، وهذا أحسن تاع زمانه وهذا لا في الزمان هذا. مش حابين يتطوروا، ما حابين يشوفوا ربح ما والو، راسيزم وخلاص. احنا ان شاء الله ما نشوفوهاش، نشوفوهم يبنوا كما احنا عندنا هنايا. لازم تعود عندنا قاعدة المنتخب الوطني، يخدموا فريق، يبداو يخدموا الفريق، يجيبوهم تاع 11 سنة وتاع 15 سنة وتاع 17 سنة وتاع 19 سنة وتاع 20 سنة لازم تخدم من القاعدة وتجي طالعة. كي تزيد لهم محترف، تزيد لهم زوج، تزيد لهم واحد من البطولة الوطنية ثاني مليح، ولا واحد من الخارج يعود مليح، المهم يعود في المستوى يزيد يكمل، والخبرة والأمور ذي. والمهم يبقى المنتخب طول في البلايص الاولى المتقدمه ديما في الترتيب، هو من الولاء. والربح والخساره جزء من البالو. لا الا كان طول الرابح راه ما ولاتش بالو، لازم تخسر، لازم وهذه هي البالو، لازم نخسروا ونربحوا عادي ماهيش مشكل. الف مبروك للمنتخب المغربي، الف مبروك للشعب المغربي. وان شاء الله احنا بوركناكم على النهائي، وان شاء الله كي ترفدوا الكاس نزيدوا نباركوكم. ومادام راكم منظمين في بلادكم ولحقتوا النهائي ديجا راه انجاز. احنا نتمناو تدوه. وش نقولوا، ما في الفوتبول كي نتوما كي السنغال لعبتوا طلعتوا تستاهلوا النهائي. مبروك للمغرب ومبروك للسنغال، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو وقت اخر.